شرد عز الدين في اللي خدت النوم من عينه وشغلت عقله وكيانه، لكنه ما قدرش يقول عن اللي في قلبه لأخوه دلوقتي. فهو مش عارف رأيها لحد دلوقتي، ولا عارف هي هل بتكنله مشاعر زي ما هو بيكنلها ولا لأ. علشان كده بلع ريقه وبان عليه الارتباك واتكلم. ها؟ لا لا، ابدا مفيش. اصلاني عندي مشوار مهم لازم نعمله في القاهرة، فكنت عاوز اسافر وارجع بكرة اكمل الشغل هنا. بس انت زنقتها عليا كده. ما اقتنعش حمزة باللي قاله أخوه، لكنه على أي حال مش هيعلق. فهو عارف إن أخوه مش هيقول حاجة غصب عنه، لو حب يقول هيقول، ولو ما حبش مش هيقول. محدش يقدر يجبره إنه يتكلم مهما حصل، فهو دايما بيعمل اللي في راسه وبس. علشان كده بدل نظراته بينه وبين راضي اللي هو كمان كان شارد وما استردش عقله، فضرب هو كف على كف وقال: عليه العوض ومنا العوض. لا، انتوا الاتنين حالتكم صعبة النهاردة. في ايه يا ابني منك ليه؟ هنا فاق راضي من شروده. ها؟ بتقول حاجة يا حمزة؟ ايوه ايوه اني معاك. بصله حمزة: لا، انتوا حقيقي مش طبيعيين النهاردة. قصروا، اني هروح اجيب الوكل ناكله سوا هنا. اتنهد راضي بهدوء: ماشي زي بعضه. أما عز الدين فالتفت علشان يقعد مكانه تحت الشجرة ويستظل بيها، وسرح هو كمان في اللي شغلت قلبه وسلبت له كيانه، ومش عارف ده ازاي حصل ولا امتى وليه هي بالتحديد. لكن تلقائيا ابتسم وفضل يبص قدامه بانشراح شديد، وهو بيفتكر أول موقف ليه معاها واللي كان بيشوفها فيه لأول مرة. فلاش باك: كان ماشي مع أصحابه في الجامعة بيتكلموا عن الأبحاث المطلوبة وإزاي هيعملوها ومنين هيجيبوا المصادر الموثوقة علشان يكملوا أبحاثهم، وهم مندمجين في الكلام. كانت بتمشي وفردة دراعيها علشان تمشي مع التيار، حاسة باستمتاع عجيب وروح طفولية كلها حماس وحيوية ونشاط. وبينما هي ماشية كده ومش منتبهة لأي حد من المعديين، كأنها نسيت وجودها وسط الطلبة ونسيت وجودها في الجامعة من الأساس. كانت بتظن إنها بتمشي في مكان مفهوش حد وليها لوحدها. كان كل الطلبة بيبصولها وبيبتسموا على عمايلها دي، وفي اللي بيضحك كمان سخرية منها، بل وفي اللي تشجع وحاول يقلدها علشان ياخد المتعة دي ويجرب هل فيها متعة من الأساس ولا لأ. كانت ماشية ببطء علشان تتيح للي قدامها إنه يبعد علشان تستمتع بالجو الجميل ده حتى حد من الطلبة اتبرع إنه يقف قدامها ويوسع لها الطريق. الكل انتبه ليها ولفعلتها اللي طالت، فما عملتش ده لدقيقة، بالعكس عملت ده لأكتر من 5 دقايق وهي ماشية. بقى الكل بيتكلم عنها، فلقى واحد من صحابه بيقول: شوفوا نادين، البنت اللي في دفعتنا دي بتعمل ايه؟ واحد تاني قال: دي بنت غريبة قوي، دي ممكن تلبس في اي حاجة، في عربية مثلا ولا عمود. بص عز الدين للمكان اللي بيبصوا ليه والبنت اللي بيتكلموا عليها، ولما شافها ماشية بالطريقة دي برق عيونه وقلب استغراب. ايه البنت المجنونة بنت المجانين دي؟ يخرب عقلها حد يعمل كده. واحد قال: طب وسع لها الطريق، دي جاية علينا. رفع عز الدين حاجبه وقلب عند: ووسع ليها ليه؟ انا واقف مكاني، هي اللي تحود. يا ابني هتحود ازاي؟ دي مغمضة عينيها ومش شايفة. تعالى يلا، الكل بيوسع لها الطريق وفرحان باللي بتعمله. واحد تاني قال: بنت بجد جريئة قوي، انا ما شفتش في جرأتها قبل كده ولا هشوف الصراحة. ربى عز الدين ايديه وقال: طب ايه رأيكم اني مش هتعتع من مكاني اما اشوف بنت المجانين ده هتعمل ايه؟ صاحبه لوى بقه وقال له باستنكار: هتلبس فيك وش يا معلم. انا عايزها تلبس عشان بعد كده ما تعملش العته اللي هي هتعمله ده. هي مفكرة نفسها فين؟ في بيتهم وبتلعب الغميضة؟ ولا مفكرة نفسها لسه عيلة صغيرة عشان تعمل اللي هتعمله ده؟ ما كملش عز الدين كلامه وما انتبهش ليها إلا لما اتصدمت فيه، فرجع لورا بسرعة. أما هي فانتفض جسمها بفزع، وتعالت أصوات الصفير والتهليل من الشباب اللي كانوا واقفين. فتحت نادين عينيها وبصت حواليها، شافت الكل بيهتف باسمها وبيضحكوا بسبب اللي حصل، وفيه اللي بيسقف كمان. وبعدها بصت للي اعترض طريقها واللي اصطدمت بيه، كشرت بوشها وبصت له بضيق، فما قبلتش منه غير نظرات باردة. فاتكلمت بضيق: ايه انت ايه يا اخي؟ ايه اللي موقفك في طريقي؟
ليه ما وسعتش الطريق علشان أعدي زي ما أنا متأكدة إن الكل عمل كده؟ والله أنا واقف في حالي وانت اللي ماشي، يعني انت اللي المفروض تحاودي مش أنا. ثم إني مش هحاود لوحدة معتوهة زيك، ماشية زي اللعمة ومش مدركة لخطورة اللي هتعمله. اتضايقت من كلامه. مش فاهمة، هو أنت متضايق كده ليه؟ مش عاجبك اللي بعمله وممكن ببساطة تتجاهله، لأن اللي عملته يخصني أنا مش أنت. وإن كان على الخطورة اللي بتتكلم عنها فدي خطورة عليا أنا مش على حضرتك، وده ما يديكش الحق أبدا إنك تهني بالشكل ده أو حتى تقولي إن أنا معتوهة. أنا ما وجهتلكش أي أذى أو إساءة، بتغلط ليه أنت ها؟ لا هزتيني لما خبطت فيا وأنا واقف في أمانة الله وفي حالي، تبقى هزتيني. أولا دي ما اسمهاش أذية لأني ما تعمدتش أعمل كده، وحضرتك عارف إني كنت مغمضة عيني، يعني مش شايفة. يعني الغلط من عندك أنت، لما تبقى شايفني وخلاص هخبط فيك وما اتحركتش من مكانك وكأنك قاصد أو مبسوط باللي هيحصل. أنا عارفة كويس قوي النوعية دي اللي بتحاول. سكتها عن كلامها بنظرته المخيفة، فاحمر وشه بشدة وعصبية، فهو ما استحملش أبدا اللي قالته عنه. فازاي إنها تقول إنه قاصد إنه يخبط في بنت أو يلزق فيها أو يتعمد ملامستها؟ هو بس كان عاوز يلقنها درس قاسي، لكنه فوجئ بيها بتصطدم بيه على غفلة، فهو ما توقعش وصولها ناحيته بالسرعة دي. قطعت كلامها لما شافت نظرته اللي أرعبتها، لقيته بيتكلم بصوت مخيف وعالي. عندك اسحب كلامك ده بسرعة، الظاهر انك ما تعرفينيش كويس وما تعرفيش مين هو عز الدين. ما بقاش غير واحدة عبيطة زيك تقلل مني انا او تهيني بالشكل المهين والفظيع ده. لا عاش ولا كان اللي ينقص مني، فاهمة؟ وانا بحذرك تغلط فيا تاني لان عقابك هيكون عسير. رغم خوفها من نظراته وتراجعها من نبرة صوته الحادة والخشنة، إلا إنها ما استحملتش إنه يردد على مسامعها كلمات تهديد زي دي، وخاصة إنها شايفاه إنه هو الغلطان. وعلشان كده استدعت روح القطة ذات المخالب علشان تدافع عن نفسها وتحمي بيها حالها من أي تهديد تتعرض له. علشان كده اتكلمت بغضب. لا أنا بسمحلكش تهددني بالشكل ده، ولو حد كان غلطان في الليلة دي كلها فهو أنت، فبلاش تتشطر عليا بالقوامة اللي عندك دي. أما بالنسبة لتهديدك الصريح ليا فأنا مش هسكت عنه أبدا. أنا ممكن أروح حالا لإدارة الجامعة أو حتى أروح المركز أمضيك على تعهد بعدم الاعتراض يا أخويا. قابل كلامها بتجاهل وبرود شديد. أعلى ما في خيلك اركبيه، أنا مش بخاف من حد، وكمان أنا على حق وأنت اللي غلطانة. اتدخل أحمد صاحب عز علشان يفض الشباك ده. خلاص يا جماعة، خلاص يا نادين، خلاص يا عز، من فضلكم لموا الدور بقى. لا أنا مش هشوفه بيهددني واسكت له، الله أعلم ده إيه، بلطجي ولا شمام ولا إيه نظامه. كلامها ده زود غضب عز الدين. تاني هتغلطي تاني؟ والله لو ما كنتش بنت قدامي لكنت وريتك مقامك زين. ما انت علشان ربنا مديك جسم قوي بتتشطر على الناس وبتفرض عضلاتك عليهم. اللهم طولك يا روح، انت عايزة ايه يا بنتي؟ انا مش بنتك وما توجهليش اي كلام بعد النهاردة. احمد قلب دي، فهو زهق من الخناقة اللي بينهم دي، ولا كانت على ولا حاجة اصلا. يا نسا نادين، كلنا عارفين عز الدين واخلاقه اللي مفيش زيها في الجامعة كلها، وهو مش بيهددك ولا حاجة، ولا انت ولا هو غلطانين، حصل خير خلاص يا جماعة. وقفت مكانها تبص لعز الدين بضيق، وهو يبص لها بنظرات كلها غضب. جت سمر صاحبتها وسحبتها من دراعها. خلاص بقى يا نودي، ما حصلش حاجة لكل ده. اتلم طلبة كتير حواليهم، كلهم كانوا بيقولوا حصل خير يا جماعة، وبيحاولوا يفضوا المشكلة ويقولوا كل واحد يروح لحاله. عز ساب لها المكان ومشي من غير ما يضيف كلمة واحدة، ولحق بيه صاحبه بعد ما اعتذر لنادين. خلاص يا أنسة نادين، حقك عليا أنا. شكرا يا أحمد، كلك ذوق. وقف أحمد معاه جنب عربيته وقال له بعتاب. إيه يا عز اللي أنت عملته ده؟ أول مرة أشوفك بتتصرف كده مع بنت أو حتى تجادل حد بالشكل ده. ده أنت كان ناقص تضربها يعني. أول مرة تحصل يا أحمد فعلا، بس البت دي بجد مستفزة وغلطت فيا، وما كانش ينفع إني أسكت له. بكره أنا الناس اللي من النوع ده، شايفة نفسها وطايحة في الكل. حرك أحمد راسه نافيا لكلام صاحبه. بصراحة كلمة حق تتقال، نادين مش كده خالص. الكل يعرف إنها بنت جدعة ومحترمة وملهاش في مصاحبة الشباب زي البنات التانية، بس هي حتة الجنون اللي فيها دي
ومفيش حد خالي من العيوب يا صاحبي. عز الدين رفع حاجبه بسخرية. وانت تعرف عنها كل الحاجات دي امتى وفين يا سبع البرومبا انت؟ ضحك أحمد وحك في شعره. يا ابني دي معانا في الدفعة وبتحضر السكاشن معانا كمان. رفع عز الدين حاجبه وقلب تعجب. يا راجل من امتى؟ انا اول مرة اشوفها هي المرة دي. يا عم هو انت بتشوف بنات اصلا؟ ما انت ماشي غضت بصرك على طول. ضحك عز الدين وقال على رأيك جبنا ايه من رفع البصر غير وجع القلب يا ابني؟ امشي يلا خلينا نرجع ناكله لقمة، عصافير بطني بتصوصو. يلا يا باشا. أما عند نادين فسمر صاحبتها بعد ما خدتها وقعدوا للترابيزة في ساحة الجامعة. ايه يا بنتي، ايه حصل لكل ده؟ ها، انت عمرك ما شبكتي مع حد كده. افتكرت نادين ملامح عز الدين وقالت بضيق: إنسان مستفز وما عندوش ريحة الذوق ولا اللباقة. قالت سلمى وهي بتنفي اللي قالته نادين عن عز الدين. أبدا، بالعكس، عز الدين ده شاب جنتل خالص، وعمره ما اتكلم مع بنت ولا حتى بصلها، ولو الظروف اضطرته لده بيكون تعامله بكل احترام وذوق. يا سلام، وانتي تعرفيه منين إن شاء الله؟ ايه يا بنتي، ده معانا في الدفعة. ايه، عاوزة تفهميني انك ما شفتهوش قبل كده؟ لا خالص، مش فاكرة اني شفته. ومن وقت الموقف ده وبقى ينتبه على وجود نادين معاهم في المدرجات أو في القاعة، واتعجب ازاي ما انتبهش ليها قبل كده رغم انها طلعت فتاة متفاعلة ونشيطة. بقى بيشوفها في كل محاضرة بيحضرها، تلقائيا عينيه بتروح ناحيتها. مش عارف امتى ولا ازاي بقى بيشوفها بين المئات من الطالبات، وبيقدر يميزها بسهولة جدا بدون قصد منه أو تعمد. شغلت جزء كبير من تفكيره وباله، فبقى لما ينام تظهر هي كرسمة جميلة في خياله وأحلامه، ويصحى والبسمة تزين وشه وتروق باله طول اليوم. ويوم بعد يوم أدرك إنه اتعلق بيها غصب عنه وبدون مجهود يذكر منها أو حتى لقاء بيجمعهم سوا من الموقف الأول والوحيد بينهم، غير بس النظرات الغير متعمدة واللي بتحصل من غير قصد وصدفة لما بيتلاقوا عينيهم سوا لبعض لحظات وينزلوها هما الاتنين بسرعة. باك للوقت الحالي فاق من شروده وما زالت البسمة بتزين وشه، والموقف اللي بيفتكره كل ما يفتكره يحن ليه ويحن لتذكره وإعادة تمثيله من جديد. مش عارف هو شايفها فراشة جميلة حرة طليقة ولا عسل حلو المذاق جوا جرة باهظة الثمن. عالي صوت العامل اللي جه وفرش الأكل قدامهم وحط الأكل وقال: بالهنا والشفا على قلبكم. فرد حمزة اللي بدره بابتسامة وهو بيطبطب على ظهره: تسلم وتعيش يا واد يا خالد، يلا اقعد كلك لقمة معانا. قال خالد العامل المستجد في الأرض التابعة لعائلة عيسى البكري بحرج: الله يخليك يا حمزة بيه، يعني هروح أتغدى ويا العمال هناك. قال عز الدين وهو بيقعده: ما تقعد يالا، هنا ولا هناك واحد ونفس الوكل كمان، ولا هناك عياكلوا بط وحمام محشي وأنا معرفش. قعد خالد جنبهم بإحراج شديد، ما كانش عارف ياخد راحته أو يقعد معاهم يتكلم في إيه وهو لسه صبي جديد عندهم، ويقعد مع أصحاب الشغل على أكلة واحدة وكمان يشاركهم الأكل، واللي ما يختلفش عن أكل بقية العمال التانيين، فهم ما ميزوش نفسهم بأكل تاني أو نوع خاص من اللحوم. بالعكس، كان قدامهم طبق كبير من البصارة المصرية والجبنة القديمة جنب السلطات والمخللات، وما نسيوش البصل الأخضر والجرجير والليمون. فعرف وقتها إنهم ناس متواضعة، أولا لكونهم بياكلوا زي أكل العمال مش مفرقينهم عن بعض، وثانيا لأنهم قعدوا معاهم وطلبوا منه إنه يشاركهم الأكل. وفجأة صرخ عز الدين بغضب، غضب أفزع الكل لما بص وما لقاش الأكل اللي عاوزه. فين العسل؟ انتوا عارفين إني ما بعرفش أكل إلا وطبق العسل موجود. ضرب حمزة على دماغه. أخ نسيت يا أخي والله، معلش حقك علي. اتحرك خالد بسرعة من مكانه. أنا هقوم أجيبه وارجع طوالي، ما تقلقش البيت قريب من هنا. حط عز الدين إيده على رجل خالد وقلب جدية وهو بيبص لأخوه بضيق. لا طالما قعدت على الوكل ما تقومش واصل، أنا هحاول أدبر نفسي النبادي. نعمل ايه اللي مش فايقلي ده وكأنه ما يعرفنيش وما يعرفش عوايدي، وإن العسل ده لازم أن يكون ملازمني في كل وجبة وما عرفش أكل من غيره. ضحك راضي بصوت مسموع، لكزه عز الدين بضيق في كتفه. ايه هتضحك عليه انت كمان؟ ايه اما حاجة عفشة بصحيح. قالها عز الدين وراضي ضحك أكتر. قال عز الدين بضيق: راضي
أنا مش عاوز أزعلك علشان أنت أكبر مني وليك هيبتك برضه، لكن تسخر من عادتي المحببة ومن العسل حبيب قلبي، لا ما اسمحلكش. وقتها اتكلم حمزة وهو مبتسم. ما خلاص يا عز، مش كل شوية مناكفة أنت وراضي، بعد الوكلة بقشرب العسل كيف ما بدك، ما هياش معضلة يعني. قال خالد واتدخل في الكلام. أنت بتحب العسل للدرجة دي يا عز بيه؟ اتكلم عز وهو شارد وبيتكلم كأنه شاعر وعاشق وولهان. وتمنيت مع كل قطرة مطر أن تهفو السماء عسلا وليس ماء، فقلبي للعسل يهفو كما تشتاق الأرض لجودها. الرجالة التلاتة بصوله بإعجاب شديد، مستمتعين بالشعر اللي اخترعه دلوقتي. الله الله. فقال راضي: كل ده حب في العسل يا بوي، متأكد إن مفيش حاجة تانية غير العسل يا ود عمي؟ اتغاظ عز الدين من راضي اللي قدر يكشف مكنون قلبه، لكنه حافظ على هدوءه علشان ما يظهرش توتره، فهو ما يحبش يظهر لحد إلا اللي عاوز يظهره بس. وموضوع حبه لنادين ما صرحش بيه لحد خالص، ولا حتى نادين نفسها، علشان كده قال وهو بيبصلهم كده بوقار: هو في أحلى من العسل يا أبو خالو لما نتغزلوا في حلاوته؟ وانت عارف إن الموضوع ده مش غريب عليا ولا جديد، ده عشق من زمان. قال خالد بابتسامة واسعة ووش معجب وبق مفتوح مليان بالأكل اللي حطه كله في بقه من شوية. أنا أول مرة أشوف حد بيعشق العسل عشق كده. قال حمزة بجدية وهو بيبص في ساعات تليفونه: بكفاياكم حديث عاد، يلا خلصوا واكلوا بسرعة، احنا مش قاعدين نتساير ونتحدثوا، دي يوم شغل من أول لآخر، يلا هموا. قالها وهو بيغمس اللقمة بسرعة علشان يقوموا بسرعة ويكملوا شغلهم. قال راضي اللي كان بياكل الأكل بشهية كبيرة وكأنه بيتصارع مع الريح، وقال وهو الأكل في بقه: كمل وكلك يا حمزة عشان تقدر تكمل بقية اليوم بكامل طاقتك. كان حمزة هيرد: كل يا ابني براحتك، الدنيا ما هياش هتطير، بعدين توقع من طولك ومرتك تاج تطين عيشتنا احنا. بلع حمزة الأكل وهو بيبص لأخوه بضيق. أعوذ بالله من كلامك العفش ده، أني حتى لو صمت طول اليوم وأنا شغال برضه ما يهمنيش، أخوك جبل ويسد. ضحك عز الدين لحد ما ظهرت أسنانه، فهو عارف أخوه كويس، راجل شديد وعنده طاقة كبيرة للشغل، لكن بيحب يدعبه ويضحك معاه دايما. عارف يا ابن أبوي، روح وتوكل على الله وشوف مصلحتك، وإحنا هنخلص ونحصلوك، ما تعوجوش عاد ها؟ لا، إحنا لسه هنحلوا بالبطيخ والعسل. عز ايه مالك كده قافش يا ولد ابوي؟ استنى اجيب لك بطيخه تطري على قلبك الحامي ده. بصله حمزة بغضب وهو بيمشي وبينادي الرجالة: يلا يا رجالة شهلوا شوية، خلصوا ما عندناش وقت. قال راضي لعز الدين: خف على اخوك يا ابني، ده النهارده اليوم المسؤولية والحمل كبير عليه وكلها فوق راسه، لازم يكون على أعصابه لأنه طبعا مش حابب يكون في أي غلطة في الشغل. قالها وأمن مكانه علشان يلحق بصاحبه بسرعة علشان يكون معاه ويساعده. أما عز الدين ففضل مكانه ياكل لحد ما انتهى خالد من أكله. فحقيقة الأمر كان عز الدين شبع بقاله وقت، لكن محبش يقوم علشان ما يحرجش خالد ويخليه هو كمان يقوم من على أكله، ففضل قاعد بيدعي إنه بياكل لحد ما يخلي خالد يشبع خالص علشان ما يسببلوش أي حرج ويقوم من غير ما يكمل أكله أو حتى إنه ياكل البسيط من الأكل. أول ما خالد خلص أكل قام هو كمان وقال: بألف هنا وشفا على قلبك يا واد يا خالد، تصدق يا خالد الأكل النبادي له طعم تاني، لولا بس حمزة أخوي مستعجل. فرح خالد إن عز الدين بنفسه بيتكلم معاه بأريحية شديدة وكأنه يعني حد كبير في المقام زيه، مش فلاح بسيط يدوب بيملك قوت يومه. فاتأكد بدون شك إنه متواضع جدا. واللي زود تأكيده للموضوع إنه شاف عز الدين بيلم الأكل معاه وبيشيل الجورنال اللي كانوا فرشين عليه. قال خالد وهو بيمسك معاه الحاجات: لا لا عنك انت يا عز بيه، ما يصحش انت تلم الوكل، اتفضل انت حصل حمزة بيه واني هلم كل حاجة، ما تشيلش هم. ابتسم له عز الدين وطبطب على كتفه: عادي يا خالد ما هياش حاجة، فيش حاجة يعني لما نظف مكان ما كلت. أصر خالد إن هو اللي يلم الأكل: لا 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 أنا اللي هنظف، ما تشيلش هم، بالله عليك قوم انت بس. أما عز الدين من مكانه ونفض هدومه: ماشي يا خالد طالما انت عايز كده، يلا خلص وما تعوقش وارجع على شغلك. حاضر حاضر يا عز بيه. في بيت نادين
كان قاعد على الكنبة اللي في الصالة وحاطط رجل على التانية ومتكي عليها وماسك التليفون في ايده وبيدوس عليه نقرات سريعة كأنه بيلعب لعبة أو بيتكلم مع حد عبر الشات أو بيتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي. جت أمه وشافته على الحال ده وحطت ايديها في وسطها وهي بتبصله بضيق. انت يا ابني هتفضل قاعد لي كده؟ نبيل نزل رجليه لتحت واتعدل في قعدته. ايه يا ماما، ايه في هفضل كده ازاي؟ مش فاهم. يعني قاعد كده لا شغلة ولا مشغلة؟ ساب نبيل التليفون من ايده وقال بصوت مخنوق مش راضي على اللي بتقوله. ايه؟ انا قاعد لا شغلة ولا مشغلة؟ ده يوم اجازتي من الشغل، عايزاني اشتغل فيه كمان ولا ايه؟ مش فاهم. برضه حتى لو يوم اجازتك ما تنامليش كده زي المريض اللي مستني حد يخدمه. يا ماما انا النهارده ده اليوم الوحيد اللي بقضيه في البيت، يعني عاوز ارتاح فيه، هقوم اعمل ايه؟ قوليلي يعني. وبعدين انا كنت قاعد في اوضتي، حضرتك جيتي وقلتيلي يعني يوم اجازتك هتقضيه كده لوحدك في اوضتك مع نفسك وخرجتيني. اخدت انا بعضي وجيت عشان خاطرك وقعدت معاكم هنا في الصاله وبرضه مش عاجب. طب اعمل ايه يا ناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا رزقني باتنين وجودهم زي قلتهم في البيت ده. نبيل ما كانش عارف يرضي امه ازاي ولا يعمل لها ايه علشان يرتاح بالها، فقال لها بقلة حيلة. طب قوليلي يا ماما انت عاوزه ايه وانا اعملهولك علشان ترضي عني. قالت وهي بتحدف خدادية على نادين اللي قاعدة على الأرض وبتمارس رياضة. عايزاكوا تقوموا تساعدوني في شغل البيت، دي حتى أختك مش هين عليها تساعدني وعاملالي زي الهبلة المجنونة العيلة أم طفرتين، قاعدالي على الأرض وفاتحة إيديها زي الشحاتين وبتعمل لي قال إيه رياضة. ضحك نبيل على وصف أمه لنادين اللي كانت قاعدة وبتمارس رياضة اليوجا. كانت قاعدة بانسجام وهدوء تام وما قطعش انسجامها إلا لما أمها رمت عليها الخدادية. كانت مغمضة العينين وما انتبهتش، فاتفزعت نادين مرة واحدة من اللي اتحدف عليها وقالت وهي بتبص لأخوها اللي بيضحك عليها. ايه يا نبيل في ايه؟ انت مش عارف اني بعمل رياضة يا ابني؟ حدف عليها أخوها خدادية تانية. قومي يا اللي جايبالنا الكلام، اتحركي ساعدي ماما في شغل البيت بدل ما بتشتكي انك مش بتساعديها. فتحت نادين بقها بتعجب. نعم، مين يا ماما اللي مش بتساعد حضرتك؟ ما انا لسه مروقه المطبخ ومشطباه من شويه ولسه لما الغسيل ومطبقاه كمان، كل ده ومش عاجب حضرتك؟ امها لوت بقها. لا يا اختي مش عاجبني، طول ما انتي مش بتعرفي تطبخي يبقى مش عاجبني. والله يا ماما حتى لو اتعلمت الطبخ مش هيعجب حضرتك برضه. قصدك ايه يا زفته انتي؟ لا يا حبيبتي ما قصديش حاجه، حضرتك قوليلي عاوزه ايه اعمله وانا هقوم بسرعه اعمله. حاضر. كانت امها لسه هتتكلم لكن سمعت لجرس الباب بيرن، فقالت لابنها روح يا نبيل شوف مين اللي جاي لنا الساعة دي. قام نبيل من مكانه. ماشي. اتجه ناحية الباب علشان يفتحه، لقاها بسمة بنت عمته، فضحك واتبسط قوي. بسمة، المفاجأة الحلوة دي، ازيك يا حبيبتي؟ فرحت بسمة بكلامه وقالت بدلال ازيك يا نبيل، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله، نورتينا، اتفضلي. دخلت بسمة لجوه، رحبت بيها فاتن بفطور. اهلا يا بسمة تعالي ادخلي. قابلتها بسمة هي كمان بفطور وضيق. ازيك يا طنط عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسة، قالتها وهي بتبص لها بضيق، فهي مش بتحبها ولا بتبلعها. قامت نادين من مكانها علشان ترحب ببنت عمتها. بوسي ازيك عاملة ايه يا قلبي؟ ردت عليها بسمة بتعالي شديد. اهلا يا نادين ازيك؟ قعدت نادين جنبها وفضلت تتكلم معاها وشاركهم نبيل وفاتن اللي قعدت معاهم غصب عنها. قامت نادين علشان تعمل عصير بارد للكل، وبعد فترة قالت فاتن ماما ما جاتش معاكي ليه يا بسمة؟ هتيجي بعد شوية يا طنط. قامت فاتن من مكانها. ماشي هقوم اروح اشوف اللي ورايا لحد ما تيجي. عرفت نادين ان اخوها عاوز يقعد مع بسمة منفردين ببعض، علشان كده قالت بوسي البيت بيتك، هروح انا اشوف ماما محتاجة مساعدة ولا ايه وانتوا اشربوا العصير. اما نبيل بمجرد ما مشيت اخته بص البسمة بحماس شديد. ها يا بسمة، قوليلي هاجي اتقدم رسمي لابوكي امتى بقى ونلبس الشبكة؟ بصت له بسمة ببرود شديد عكس الحماسة والفرحة اللي بيتكلم بيها نبيل. مش دلوقتي يا نبيل، انت ليه مستعجل كده؟ مستعجل ايه يا بسمة؟ احنا بقالنا سنة قاريين فاتحة وقاعدين ومن وقتها محلك سر، وكل لما اجي اقولك نحدد ميعاد الخطوبة تقوليلي استنى. يا نبيل قلت استنى علشان انت ما كنتش لاقي شغل، فقلت لك اصبر لما تلاقي شغل كويس وبعدين نعمل حفلة خطوبتنا. وديني الحمد لله لقيت شغل كويس، ايه مشكلتك بقى؟ مش فاهم.
أنا مش عارف أودي وشي فين من أبوكي. وانت مسمي الشغل اللي انت بتشتغله ده شغل يا نبيل؟ رفع نبيل حاجب. ماله بقى الشغل بتاعي اللي مش عاجبك ده؟ يبقى انت بجد مبسوط بشغلك ده؟ سكرتير في شركة؟ استغرب نبيل، فهو ما فهمش سبب عدم رضاها عن الوظيفة بتاعته. مالها شغلانة السكرتارية يا بسمة؟ ما أنا كنت شغال مندوب مبيعات وما كانش عاجبك وطلبتي أدور على شغل تاني. انت أصلا شايفة الشغل بيقابل الناس بالأحضان قوي علشان تتأمري. احمدي ربنا إني قدرت ألاقي شغل بالسهولة دي أصلا. نفخت بسمة ولوت بقها بضيق. اوف يا نبيل، افهم بقى، في فرص شغل أحلى مليون مرة، بس انت دور. انت مش طموح ليه؟ وما عندكش أحلام كبيرة انك تكون حاجة مهمة في البلد؟ بصلها نبيل بضيق، فهي مش راضية انها تعيش الواقع وعاوزة حاجات في خيالها هو ما بيمتلكهاش. أنا راجل واقعي يا بسمة، وعارف حدودي وحدود الواقع والظروف اللي احنا عايشين فيها، وراضي جدا بالشغل في الشركة والمرتب المحترم جدا، واللي بيه أقدر أفتح بيت ونعيش مستورين. وانا مش عايزة نعيش مستورين بس يا نبيل، انت ليه مش عاوز تفهمني؟ انا عاوزة يكون مستوانا كويس مش اكتر. اتنهد نبيل بقلة حيلة، فهو بيحاول يرضيها علشان بيحبها. ماشي يا بسمة، من بكرة هنزل أدور على شغل فترة مسائية يا ستي علشان أحسن دخلي. مبسوطة كده؟ نلبس الدبل بقى يا بسمة، ريحي قلبي. كانت بسمة حاسة من جواها بالخوف، فهي مش عاوزة تعيش في نفس المستوى اللي هي فيه دلوقتي. نفسها تروح لمستوى أعلى، مستوى يخليها تقدر تشتري وتجيب كل اللي عاوزاه وقت ما تحب. لكن كانت بتأجل موضوع الخطوبة من ابن خالها لحد ما تتأكد من مستواه المادي اللي هتعيش فيه معاه. لكن بعد ما وعدها إنه هيعمل كل المستحيل ويشتغل شغل إضافي، ما كانش قدامها أي حجة تتحجج بيها، علشان كده وافقت على الخطوبة غصب عنها رغم عدم الإحساس بالراحة اللي مالي قلبها. ماشي يا نبيل، مفيش عندي مانع. اتسعت ابتسامة نبيل ووقف من مكانه بفرحة. هو ده الكلام، هكلم بابا يكلم أبوكي فورا. أخيرا يا بسمة هنتخطب، أخيرا. اترسبت ابتسامة بسيطة على وش بسمة، فهي ما كانتش راضية تمام الرضا عن اللي بيحصل ده. جت نادين على إسر صوت أخوها العالي. ايه يا بيلو، فرحني معاك. مسك نبيل إيد أخته. مش هتصدقي يا نادين. نادين قالت له بسعادة. اوعى تقول حددت ميعاد الخطوبة، قال أخوها وهو بيبص لبسمة بحب. مش بالظبط، بس خلاص بسمة وافقت إننا نحدد ميعاد الخطوبة. نادين حضنت أخوها بفرحة. أحلى خبر يا حبيبي، ربنا يسعدكم يا رب. قالت كده وبصت لبسمة. مبروك يا بسمة، نبيل أخويا وانتي عارفة بقى مفيش أطيب ولا أحن من قلبه.